الرجولة مش صفة، الرجولة معنى كبير قوي، انك انت تحتوي مراتك، تصرف عليها، بالبلدي كده تكون راجل البيت في كل حاجة. مش تبقى قاعد لا مؤاخذة زي القعيدة في البيت ومراتك تصرف عليك بحجة انك انت راجل. معرفش رجالة ايه دي. بقول لكم الكلام ده علشان حكاية النهاردة. الحكاية دي على قد ما هتحزن على قد ما هي تضحك. عارفين المثل اللي بيقول هم يبكي وهم يضحك؟ المثل ده ينطبق على الحكاية دي. اتجوزت جواز تقليدي، أبوها كان متوسم فيه كل خير، شكله غلبان وطيب محترم، فقال لها يا بنتي هو ده اللي آمن عليكي معاه. أمك ماتت وانت لا ليكي أخ ولا عم ولا خال. قالت له اللي انت تشوفه. بعد سنتين جوزها قعد من الشغل بحجة انه اترفد. كل ما تقول له دور على شغل يقول لها الدنيا ما طارتش. هدور، حاضر، عينيا الاتنين. وابوها لما عرف الوضع بدأ يبعت لها في فلوس. ما هي بنته الحيلة، كان يقول لها كل ليكي، ما تعمليش مشاكل معاه. تلاقيه يا بنت بيدور ومش لاقي، ما تحرجوش بالكلام ده. وفضلت عايشة وابوها اللي يصرف لحد ما جت اتكسفت ان ابوها بيبعت لها كل شهر، وهي عارفة اللي جاي على قد اللي رايح لابوها. نزلت تشتغل علشان تصرف على البيه جوزها اللي قاعد لها في البيت. نزلت تخدم في البيوت والبيه قاعد، تجيله اخر النهار مهدود حيلها، ياخد بس منها الفلوس عشان يجيب سجاير، ينزل القهوة يشيش، يعيش حياته. وفضلت عايشة على الوضع ده، وربنا رزقها بولدين وهي عايشة في المرار ده. وجه أبوها بعد جواز 15 سنة في ذل وإهانة. أبوها توفى. بعد وفاة أبوها بحوالي سنة حماتها جت عاشت معاها بحجة إنها تشوف طلبات جوزها والعيال، عياله أحفادها. تلاقي أنت طول النهار في البيوت بتخدمي وابن يا قلب أمه بيبقى قاعد لوحده. جت حماتها عبء عليها بعد ما كانت بتوضب شقة واحدة أو تنفض شقة واحدة في اليوم، بقت تخرج من الشقة دي للشقة دي، تعمل شقتين في اليوم. ليه؟ عشان تقدر تجيب علاج حماتها وتكفي طلبات حماتها اللي عايزة تاكل لحوم كل يوم، وهي زي الهبلة دايرة زي الحمار اللي داير لا مؤاخذة في الساقية. لحد ما في يوم راجعة مهدود حيلها، سمعت حماتها بتقول لابنها في الأوضة يا ابني دي مش عيشة اللي انت عايشها، مراتك بيجي حيلها مهدود، بتيجي حيلها مهدود وبتنام، وانت يا قلب امك راجل ليك متطلبات. قال لها يعني ايه يما؟ قالت له اتجوز يا قلب امك، الشرع محلل لك 4. قال لها يما ده هي اللي بتصرف على البيت. قالت له ايه يعني يا ابني ما تصرف؟ هو انت اللي هتتجوزها هتبقى عبء؟ ده احنا نزود الطبيخ حبة مية. فدخلت بتقول لها انت بتشجعي ابنك يتجوز عليا وانا اللي بصرف عليك وعليه؟ رد قال لها انت بتعايرينا بلقمتنا، ده حقي، ده شرع ربنا. قالت له هتتجوزها فين؟ اعتقد ان الشقة دي شقتي اللي ابويا سايبها لي وجايبها لي. قال لها الشقة 3 اوض. قالت له يعني ايه؟
قال لها انا والعروسه في اوضه، وامي تاخد اوضه، وانتي وعيالك في اوضه محلوله هي، وانتي زي ما انتي بتشتغلي، وهي العروسه اللي هتيجي على راي امي هنزود الطبيخ حبه ميه، يعني مش هتبقى عبء عليكي، وهقطك اهيت هدهنها وتيجي تتجوز عليها. قالت له ده انت بجح، يعني عايز تتجوزها على عفشي وفي اوضتي وفي شقتي اللي ابويا جايبها من شقاه؟ عايز اتجوز بره بيتي، روح شقة امك. قال لها انت بتعيرينا للمرة التانية؟ شقة امي بقت خرابة ما يتقعدش فيها، وعايزة فلوس قد كده عشان تتوضب، وعايزة فرش، وانا ما معيش. انت شايفة انا راجل بقالي سنين ما بشتغلش ونسيت الشغل. هقول لك اقتراح؟ قالت له قول. قال لها بص، هي تقعد العروسة تيجي وتقعد، وبعد شهرين 3 نزليها معاكي الشغل في البيوت، هيتساعدك يا ستي. الست في حالة ذهول، بتقولي يا توحى رجالة ايه دي؟ يعني انا مقعداه في شقتي وقعدت امه وبصرف عليهم بقالي اكتر من 15 سنة، كمان عايز يتجوز ويقول لي بعد شهرين 3 نزليها معاكي تخدم في البيوت؟ رجالة ايه دي يا توحى؟ انا مش عارفة اعمل ايه، انصحيني اعمل ايه يا توحى، لان دماغي خلاص، دماغي قفلت، انا هتجنن. والله انت عسل وجوزك عسلين. بصي يا غالية، انت غلطتي انك انت استحملت الوضع ده ورضيتي سنين تبقى انت اللي متحملة زمام البيت، تصرفي انت الراجل، وهو لا مؤاخذة مش محصل انه الست. غلطتي ان انت اتنازلتي عن انوثتك وكرامتك، فدي النتيجة الطبيعية. اقولك تعملي ايه؟ انفدي بجلدك، اخلعيه يا حبيبتي، ده وجوده زي قلته في حياتك، بل ده عبء. يا الله، يعني بتصرفي عليه وعلى المحروسة أمه أكل وشرب وعلاج؟ جوازة إيه دي يا دي النيلة؟ رجالة إيه دي يا جماعة؟ لا وإيه، عايز يجيب المحروسة العروسة على أوضة النوم بتاعتك. وعلى فكرة، طالما هيجيبها على أوضة النوم بتاعتك، توقعي بقى كالآتي: الأوضة محتاجة يدهنها، فأنت اللي هتدفعي. العروسة محتاجة طلبات، انت اللي هتدفعي. المأذون انت اللي هتدفعي له. ايه اللي جبرك على الجوازة المنيلة ب60 نيلة دي؟ ايه اللي جبرك على العيشة دي؟ اوعي تقولي لي بتحبيه. حب ايه؟ تحبيه لو هو حنين عليكي، اه اقولك بتحبيه. لو هو متحمل مسؤولية البيت هقولك اه بتحبيه. لكن يا بنتي، ده راجل زي قلته، يا دي النيلة على الرجالة، يا دي الخيبة، رجالة يعلم بيها ربنا. بصي يا غالية، اطلبي منه الطلاق وانتي رفض، وانا متأكدة انه هيرفض، لانك انت بالنسبة له الفرخة اللي بتبيض له دهب. عايش متستت ومتأنتك هو وامه في البيت، وانت لا مؤاخذة بتشتغلي وبتجيبي له الفلوس اخر النهار، وياخد لمزاجه بقى، يجيب سجاير بقى وينزل يشيش على القهوة وعايش حياته، ويلاقي ميغ اكتر من كده، فاكيد هيرفض الطلاق الودي. في الحالة دي اخلعيه ويغور في داهية هو وامه. عايز بقى يتجوز يتنيل، يبقى بعيد عنك، لكن ما تجيبيش عبء زي ما انت استحملت اما جاب امه وخدتي على دماغك وسكتي. فما تستحمليش ان هو يتجوز ويجيب العروسه. يا بنتي، ده في مثل عندنا في مصر بيقول: اشوفه بمقبره ولا اشوفه معمره. انت بتساليني اعمل ايه؟ عمايله سودا يا شيخه هو اللي زيه. انت عارفه انت بتفكريني بايه؟
في راجل في بلدنا بدون داعي ذكر اسمه، ومش راجل يعني، ده كذا واحد يعني، نماذج زي دي يعني، بس هو نموذج انا احكيهولك يعني. الراجل ده متجوز 2 ستاته بيشتغلوا في الأراضي، وهو قاعد على قد الشيشة وياكل ويشرب ويتأمر على خلق الله، وستاته تشتغل وكل واحدة تجيب اليومية ليه. تيجي تسأليه انت شغلانتك ايه، يقول لك انا راجل البيت. هي دي شغلانته، راجل البيت، ومسرح ستاته من بعد الفجر يشتغلوا في الأراضي عشان يجيبوا له لا مؤاخذة يطفح، ياكل ويشيش، ويخرج بقى ايه، كوي جلابيته بقى، يخرج يهرج مع خلق الله. هي دي وظيفته في الحياة. فانتي بتقتلي نفسك بالحياة مع بني آدم زي ده. صار فيه هو واللي زيه كلمة الرجولة. اخلعيه، خليه يبقى مخلوع أحسن. حول ولا قوة إلا بالله. وربنا يا بنتي عارفة يلهمك حسن التصرف، انك انت تاخدي قرار صائب في حياتك، وبلاش تنازل زيادة عن اللزوم. كفاية اتنازلتي ولا مؤاخذة ما خدتيش غير انك انت خدت على دماغك. ما تشكرتيش من حماتك اللي انت شلتيها اهي بتحرضه ان هو يتجوز. ما تشكرتيش منه انه قال كتر خيرها دايخه اهو عايز يتجوز. البيه يقول لك ليا طلباتي وانت مش فاضيالي. مش لاقيه كلام اقوله لك، لانك انت بصراحه عصبتيني. انتم ايه رايكم في حكايه اختنا الحلوه دي اللي بتسال تعمل ايه؟ ردوا انتوا عليها بقى، الله لا يسيئكم، لانها فقعت المراره بتاعتي. اشوفكم على خير.